عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم حسن صيام من مدونة المبرمج. النهاردة تاني خاصية هناخدها اللي هي خاصية التكست شادو. شوفنا في الدرس اللي فات وعرفنا ازاي نعمل ظل لأي محتوى. النهاردة هنعمل ظل للكلام، للحاجات الكتابية. نفس ال H3 بتاعنا، نشوف بس قبل وبعد. نفس ال H3 شايفين عادي يعني. هنعدل فيه شوية. اقول له H3، اقول له فونت، بلاش فونت، اقول له ايه color، اقول له يجيب الكالر بتاعه مثلا يكون الكالر بتاعه مثلا اللون، ماشي اللون ده، ماشي كده انا حددت له لون. صح. اقول له بقى الخاصيه بتاعتنا اللي فاتت كان اسمها ايه؟ بوكس شادو. لا، دي تكست شادو، الدرس اللي فات عرفنا ان كان لي بوكس شادو 5 قيم، لا دي لي 4 قيم بس. قلنا اول قيمه كانت ايه؟ كانت لليمين واليسار، شمال ويمين. كانت تاني قيمه كانت لفوق وتحت. تالت قيمه كانت نسبه السطوع بتاعه الشادو. تالت قيمه كانت الكالر. صح، ماشي. نفرض مثلا الكالر يا سيدي، كالر الشادو بتاعك هيكون لونه ايه؟ لونه اسود. وهقول له من شمال ويمين اعمل لي 2 بكسل، ومن فوق وتحت يا سيدي اعمل لي مثلا كام؟ 5 بكسل. طبعا دي قيم انت اللي تفرض قيم على مزاجك اللي تريح ذوقك يعني. وهنا هيكون 5 بكسل. نشوف، شايفين ايه؟ شايفين عمل خيال النص ازاي؟ ده كده ايه؟ انا اعتبر خيال ساقع شوية، مثلا 1 بكسل. بلاش، خلي دي 2 بكسل، خلي دي تكون 1 ودي 1. شايفين كده عمل ايه للنص؟ عمل له خيال، ظل. كده احنا انتهينا من تاني خاصية عندنا في دروس CSS3 اللي هي خاصية تكست شادو. اشوفكم في الدرس الثالث مع الريال بورتال راديوس، اللي هي ازاي اقدر اعمل تطير لحواف اي محتوى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.